رحلة قطار العمر. أحن لمسامرك والقاك شلقاك. برنامج فني أسبوعي يأخذنا في مشوار مع شخصيات فنية. رحلة قطار العمر. يأتيكم كل يوم أحد الساعة 9 مساء عبر أثير إذاعة صوت العاصمة. رحلة قطار العمر مع حامد علي. يا عراق اسمك صعب بالكون ما ينقاس، يا أبو الكرامة تظل عنوان كل الناس. طاب يومكم مستمعي ومشاهدي إذاعة صوت العاصمة، وأحييكم من وسط بغداد وبرنامج رحلة قطار العمر. من منصة الإخراج السمعي والمرئي سيكون معي الزميل جهاد الزبيدي. وأنا معكم في الإعداد والتقديم حامد علي. أخرج الكثير من الأعمال فغرس لها جذورا لتبقى أعماله خالدة. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، رحبوا معي بالمخرج العراقي الكبير فارس طعم التميمي. يا مسيت العافية. مساء الخير ومساء الخير على كل مستمعيك في إذاعتكم الحبيبة. تحياتي لك وإلى المخرج البرنامج وإلى كل المنتسبين هذه القناة. طبعا اليوم أنا سعيد جدا بحضورك يمنا. أنا شرفني. إن الشرف. بالعكس يعني أنا بدايتي أساسا إذاعة. أول ما بلشت كنت طالب بمعهد الفنون الجميلة. نعم. طالب، فرحت متدرب في إذاعة صوت الجماهير قسم برامج الأطفال. ظليت بحدود سنة ونص. دوامي كان بث مباشر من ساعة بالأربعة ل4 وثلث برنامج أطفال، فبديت مخرج إذاعي. سوالفك حلوة. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل حديثنا. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فاصل وراجع لكم. سلاموني حبيت كل أحبابي معوني، قلت أحب الحب أحسن، قلت أحب الحب أضمن، لا أحب ولا أتوب ولا بعد في يوم أحسن.
الأغاني غير، صدري سمع وإحساسي طير. الليلة غير، شعوري غير، أشواقي غير، حتى الأغاني غير، صدري سمع وإحساسي طير. بس طيفك ما تركني، ضلي ساكن وسط جفني. بس طيفك ما تركني، ضلي ساكن وسط جفني. كان يذكر وانت ناسي، كان طيب وانت قاسي. انت وينك، انت وينك، انت وينك، انت وينك. كان هذا الفرق ما بيني وبينك. جيتني تشكي الزمن، وجيتك اريد ادفع. لقيت في قلبي وطن، ولقيت بك منفع. الليلة 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 احساسي غريب، عاشق وانا مالي حبيب. الليلة احساسي غريب، عاشق وانا مالي حبيب. حبيت كل الناس لهوني. فعلا إحساس غريب الليلة بوجودك. فدوى عمرك، الحمد لله والشكر. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، للمشاركة الاتصال على هواتفنا المفتوحة 077-0800-801 077-0800-802. خلينا بداية أستاذ فارس طعم التميمي، خلينا في خسارة الفن العراقي مع نجم السينما والتلفزيون الراحل طعم التميمي، الله يرحمه. يرحم والديك ان شاء الله. بعد هذا الرحيل مع كوكبة كبيرة مثل سليم البصري، غازي التكريتي، خليل شوقي، خليل الرفاعي، والقائمة تطول. اي حقيقة. شلون تشوف الفن العراقي بعد هذا الرحيل؟ هو للأسف يعني نعم. اكو قضية مهمة جدا. نعم. الآن من هبة ودب يعني يشتغل في المسرح نعم. وفي التلفزيون، وللأسف يعني أنا مع المبدع يعني نعم. مع الإنسان المبدع أكيد. مع الموهبة الحقيقية، لكن نعم. الآن نلاحظ أنه كثيرين مع اعتزازي واحترامي بقاماتهم أو أسمائهم الفنية، لكن شوفهم دخلاء على الفن، وتشوف أغلب المسلسلات الآن التلفزيونية نعم. تمر مرور الكرام، فقط تنتهي الحلقة ينتهي الموضوع. ماكو حتى صناعة سيناريو جيد، حتى حبكة درامية ماكو، لذلك يبقى تأثيرها قليل. هذا يعني الفنانين العراقيين اللي يغادرونه واللي ما زالوا للأسف أغلبهم ركنوا نفسهم نعم. وما يشتغلون لأنه إساءة إلى تاريخهم الفني. نعم. الآن نلاحظ أنه مقدم برنامج يصير بطل مسلسل، نلاحظ أنه يوتيوبر يصير بطل، نلاحظ أنه يعني أكو تفاصيل كثيرة. احنا مو كل واحد نعم. عنده مشاهدات كذا ألف كذا شو اسمه معناته يكون هو جيد. أكيد. المشكلة أنه السياسات القنوات الفضائية والله وقعت على الجرح حقيقة. نعم. مشكلة القنوات الفضائية نعم. يعني مصدقة هاي الأكذوبة اللي مشاهدات وهي نعم. تصنع المشاهدة للقناة. أنا أشوف هذا بالعكس، ضيعنا المشيتين، ضيعنا الدراما العراقية بشكل كبير فعلا ضيعناها، وصارت هي دراما مستنسخة من تركيا ومن سوريا ومن مصرية، وبعيدة كل البعد عن المجتمع الواقع العراقي. المجتمع نعم. العراقي. نعم. نعم. المجتمع العراقي به كثير من المشاكل. أكيد. أغلب يعني قصص. يعني الريف العراقي طلع خارج التغطية، ماكو ريف عراقي ماكو الآن. ريف. الآن تلاحظ ما أجيب أسماء مسلسلات ريف عراقي، يا أخي هذا مو ريف عراقي، لا اللبس عراقي، لا الديكور عراقي، لا الممثلة أداها ريفي. صارت لوثة. نعم. هذه اللوثة زحفت علينا احنا، يعني أنا من الناس يعني ما أشتغل أي شيء لأنه كارثة كونية أنه تعمل عمل ما يضيف لك شيء، بالعكس ينتقص من اسمك وبنائك اللي انت اشتغلت به كثير. فعلا توضيح مهم. طبعا اليوم نشوف الساحة الفنية مليئة بهاي الفنانين الموجودين
لكن سدوا الفراغ، وانت كمخرج تشوف اكو يعني هذا الكم الهائل سد فراغ الماضي. لا مستحيل، بالعكس. شوف يعني ما بدي اجيب اسماء ممثلين وممثلات مع اعتزازي باسمائهم، يعني يعتقدون انه هم حققوا شيء، لكن المعايير انه هي مو قلت لك مو بالمشاهدات. نعم. يعني انا عندي مشاهدات اكيد نعم. 350 ألف معناته انه انا ناجح؟ لا، هذا مو صح. المعايير الحقيقيه عندما يكون الممثل يتمكن من ادواته الفنيه، عندما يكون يقنع المتلقي العراقي او اي مشاهد. الان نشوف يعني حالات ممثل لا يعرف نعم يعطي مشاعر، لا يعرف، لا عنده مخارج حروف صحيحه، نعم. لا يوزع ادواته اللي مهمه للممثل بشكل صح. لذلك صارت هاي اللوثه، وصار يعني هي مو قاعده، بالعكس انا اعتقد هذا نشاز، واكيد الايام او السنين الجايه راح تغربل كثير من الناس. انا شفت اكو ناس كانوا يعتقدون ان صاروا نجوم، لكن بالمرحله الاخيره القنوات حرقتهم. هي فقاعه. انتهى. هي فقاعه. بالفعل هي فقاعه. فقاعه وانتهت. اني يعني مع وما يصح الا صحيح. بالمناسبه نعم. يعني اكو قضيه جدا مهمه، اكو نعم. موهبه مو شرط دراسه. اكيد. أنا موهوب. نعم. يعني عندي موهبة بالتمثيل. بالعكس المخرج هو اللي يدعم الممثل ويطوره ويكتشف. الآن أنت يجيك هذا يعني ما عنده لا موهبة ولا عنده مخارج حروف صحيحة ولا عنده أدوات الممثل اللي يعتمد عليها. بعيد كل البعد. بعيد كله. نعم. بس عنده مشاهدات 400 فقط. 500 ألف أي نعم. مليون. نعم. هذه مو قياس. أنا ضد هذا التصنيف. طيب فارس ومحمد وأحمد تعود هذه الأسماء إلى جبل اسمه طعمة التميمي. بالتسلسل منو الأكبر منو الأصغر؟ أنا أكبر واحد بيهم، ثم محمد، وبعدين أحمد. بيناتنا كل واحد سنة واحدة. احنا كنا نعم. والدنا يعني احنا ليش حبينا الفن؟ كان يصطحبنا وياه. نعم. تذكر يعني كان قبل الله يرحمه الإذاعة مهمة. التميمي. نعم. يرحم والدي. كان كل الممثلين العراقيين نعم ما يقدر يصعد على مسرح أو يشتغل بمسلسل إذا ما عنده خلفية. نعم. إذاعية. طبعا. كان يعني قسم التمثيليات بإذاعة بغداد أو صوت الجماهير، الإذاعة تسقل. لازم. نعم. ما ممكن يعني ممثل يصعد مسرح أو يمثل مسلسل. فكنا نروح نشوف هذا الجو الجميل بالإذاعة، وشلون الممثلين يقولون، وشلون أكو مخرج، وشلون أكو مساعد، وأكو تفاصيل. نعم. حبينا هاي المهنة. إضافة ذلك التصوير كان قبل الكاميرا داخل الاستوديو، ما كانت يطلعون البيوت والشوارع، كله ديكور يسوون. كله ديكور. نعم. إيه. فكنا هذا الجو عايشيه، حبينا هاي يعني حبينا هاي أنا كنت يعني أعتقدها حلم إذا تحققت، فاتجهنا إلى هذا الاتجاه. ظل في بالي إنه أنا لازم أكمل دراستي، أصقل. نعم. يعني أصقل على حبي للفوتوغراف، للتفاصيل كثيرة يعني. اي نعم. خلنا ناخذ اتصال ونرجع نعاود. الو. 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 تسمعنا؟ اي اسمعك يا حبيبي. ممكن بس صوتك تعلي للناصي. اي نعم. الو. العفو منو ويانا؟ يلا وياك. منو ويانا العفو؟ طالب الربيعي. تحياتنا استاذ طالب الربيعي. حبيبي السلام مدير عليكم. تصوير. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. شلونكم حبيبي؟ تحياتنا استاذ طالب. مساء الخير ابو طيبه الغالي. استاذ طالب الجميل، يعني يعني انا شهادتي بيك مجروحه. انت شاهد على اغلب الدراما العراقيه. احنا سعداء بهذا الاتصال استاذ طالب الربيعي. نعم.
والله انا علاقتي ويا ابو طيبه يتذكر هو من الحبانيه. ايه من مسلسل المتنبي كنت اني. ايام كنا نشتغل بصوت المتنبي للوالد صمد. ايه صحيح، المخرج الله يرحمه ابراهيم عبد الجليل. نعم. كان استاذ فارس سيدي، هو كان طالب اعدادي اعتقد لو كان معهد كنت معهد فنون. ايه واشتغلت مع ابو فارس صارت 4 اعمال افتخر بها هي المتنبي، ايام ضاعن نسر عيون المدينه، واكو عمل للاسف اشتغلناه ويعرف فيه استاذ فارس من نعم. اهم الاعمال الجميله هو القيس والمجنون. عندي عمل رائع جدا. انا عندي موجود هذا العمل على VHS. يعني هذا اعتبر هذا العمل في استاذ طامر السنيني كان متنشأ 20 صفحه لغه عربيه فصحى. صحيح. نعم. تخيل يعني انا اتحدى ممثلين هذا الوقت اللي يسوي له 5 صفحات لغه عربيه فصحى. لكن طامر السنيني كان يعني كان يناديني الي شخصيا، كان يصيح لي طلبه. صحيح. طلبة. صحيح. طلبه غضب طلبه. ذكريات حلوة. كأول عمل بحياتي هو ده المتنبي معاه، هو كنجم هو والدكتور سعد يونس واحمد برعي وامين رزق ونور الدمرداش ومجموعه كبيره. فكنا نلتقي بعد العمل بعد تصوير العمل في الحبانيه، ويجي الاستاذ فارس، كانت المشاهد كلها خارجيه والحبانيه ولهيب الثامن. يعرف لهيب الثامن. صحيح. احنا كنا نشتغل شهر الثامن. نعم. فتعرف خيل ومطاردات وما يمكن الاعاده بهذه المشاهد، ما يمكن الاعاده، المصور يجب ان يكون بيرفكت جاهز. فكانت علاقتي بهذا العمل اعتبر باكورة اعمالي مع طعم التميمي اللي تعلمت منه، كان ابي الروحي. اكيد. أبي الروحي يعني احد اولاده، يعني صح انا مصور بس كنت احد اولاده يجي يقعد بصفنا، صاحب النكته، صاحب الابتسامه الجميله، مواقف كلش حلوه. استاذ طالب، انت شاهد كبير على تاريخ الدراما العراقيه. نعم. بخيره المخرجين العراقيين انت شاهد كبير، يعطيك الصحه والعافيه. يعني اتذكر كل زين حبك الى مهنتك يعني اكثر مدير تصوير حضرتك اشتغلت ويا اغلب المخرجين العراقيين واهم المخرجين اللي اشتغلوا في تلك الفتره. اي نعم. فاحنا يعني صدرتنا او خلينا نقول الدراما العراقيه ذاك الوقت كان نعم. الجمهور ينقطع عن الشارع. صحيح. نعم. ينقطع عن الشارع الجمهور عندما تعرض المسلسلات العراقيه، نشر المدينه ذهاب الليل، يذكر استاذ طبعا. مسلسلات ايام الاجازه، 0 زار 0 نار، فصار المسلسلات اشتغلناها الجميله الحلوه اكثر من 70 عمل. استاذ طالب ذكرياتك بالنسر وعيون المدينه. نسر عيون المدينه كنا كل مشهد هذا عمل جبار يعني. كانت تصير بين مشهد ومشهد فقرات فكاهيه. نعم. اذكر لنا قسم منها. كان ابراهيم عبد الجليل كان يدوس الكتوك باك على الاستديو ويقول انتم مش فنانين ممثلين، انتم لا ملاهي. الله يرحمه، فنان كبير كان. عن مواقف المضحكه يعني في الحقيقه كنت توقف امام هاي الممثله وهاي القامات العراقيه تعجز والله، اخلاق وقيم. يعني شبك في الشارع يحتضرك. الان ممثل اشتغل له عمل واحد اي نعم. يسلم عليه. موجوده هاي الحاله. نعم. يعتقد انه هاي نجوميه صارت. نعم. يعني نعم. للاسف. وللاسف انا قوم يتنظر. نعم. بس ما اشتغلت مع فارس طعم التميمي. كان لي الشرف، لكن انت حضرتك سافرت تتذكر يعني انت. سافرت غادرت العراق سنه 2000 وما رجعت الا بعد سنه وكان سعيد جدا انا اشوف اخر فيلم الى الوقال. الله يخليك استاذ طالب، شرف هذه بشهادتك. من الافلام اللي اعتبرها ويحسنني داخل يحسنني. احنا عندنا هيك قامات ونجيب مخرجين من خارج العراق. اي هاي للاسف. واحده من اللي يحزننا. للاسف. يعني المخرجين عندنا كفوين، فارس طعم التميمي، عسام،
اكرم كامل، جمال عبد الجاسم، حسن أكيد، حسني، أسماء كبيرة. عارف الجبوري. نعم. يعني اسماء يا كذا وزنها. أكيد نعم. انت يعني تستعين بمخرج من خارج العراق، والله وكسه للأسف. يحجمون مثل هذه الشطامات. اي والله وصفه. وهيك امكانيات. وصفه اي والله. مستورد مخرجين. اي نعم. ثاني اتمنى الاستاذ فارس اولا نعم طول نعم. العمر لابو طيبه الى والاخو محمد. ربي يحفظك عيون الأستاذ طالب. عاليا اصدقاء. أكيد. نعم محمد نعم. مدير انتاج والممثل واحمد الممثل. فاتمنى له من كل قلبي عمل بمقدار مستوى الاعمال اللي يقدمها الاستاذ فارس. نعم. وانا اعتبره اخويا واحد من اخواني. ان شاء الله الله اخوه اكيد ان يخليك، شاء الله. ممتن على هاي الشهاده، شهاده اعتز بها استاذ طالب. أكثر من العلاقه الفنيه. فدول عمرك، يرحم والديك ان شاء الله. ويا ريت يا ابو طيبه اشوف لك عمل ان شاء الله قريبا، ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله ترجع هاي اللمه الحلوه. بعد والله تبدأنا نحن بدنا نشوف دراما، والله بدنا نشوف دراما، بدنا نخجل والله. اي للاسف. والله بدنا نخجل يعني. مسلسلات ريفيه تطلع لي بالتريف ميشه وشعرها واخر موديه. صح. كنا قبل قليل نسولف هذا الموضوع يا استاذ طالب. نعم للاسف. نعم نعم. فتحياتي لك. شكرا لاتصالك، شكرا استاذ طالب. شكرا شكرا. واني سعيد جدا بهاي. احنا سعداء باتصالك، شكرا استاذ طالب. وهاي بوساتي لك ابو طيبه. تحياتنا. حبيبي. شكرا شكرا استاذ طالب على الاتصال. ناخذ اتصال اخر، نقول الو. الو نعم. مساء الخير استاذ. مساء الانوار. تحياتي لك وتحياتي لضيفك استاذ فارس. عاشق الريال. بدي اوقف لك استاذ، ونورت اقول له وانا ملتقي بيك بال 98 99 استاذ فارس. 98. يا اهلا وسهلا. وين يعني اكيد مكان تصوير او جيت الشركه ما ادري اسمها بذاك الوقت. نعم. فجيت صاحب الشركه اللي هو صديقك. نعم. فشفتني وانا شفتك، بلت باع عليك. قلت لي شو باع علي شكو؟ قلت لك انا شايفك تطلع بالتلفزيون. قلت لي ورا التلفزيون شو اسوي يعني؟ انت قلت يعني من يجي التلفزيون اسوي الشركه لا يعني تتذكرها يجوز تعرف الاستاذ فراس. اي شركة النسيم. صحيح بالسعدون. ذكرتني. بالسعدون. نعم. بالسعدون. ذكرتني استاذ. اي انا كنت وياهم بالشركه مالتهم. ربي يحفظك ان شاء الله. استاذ يعني انا من كنت اشوفك يعني تجي انت وما شاء الله يعني رقم يعني هيبه. ممتن منك يعني ممتن والله العظيم منك. استاذ. وكنت مسلسلاتك ماكو مسلسل ما ضاع عليه. اذا تتذكر اكو مسلسل مال منى وباشا. اي ومسلسل مال مسلسل شهير اكيد. سجاد لما على اساس هستيريا. انا مخرج منفذ مالتها. صحيح. أي نعم. صحيح. استاذ انا مودي لك من متابعينك. الله يحفظك. واكو مسلسل ايضا اهم لك مال منى وباشا. اي الجزء الاول والثاني. صحيح. استاذ فقلت لك يعني انا من مو بس الله يرحم والديك كمان يعني يرحم والديك. يرحم والديك. الله إن شاء يرحمه. نعم. كان مثل ما تقول وحش الشاشه يعني يحط فعلا. البصمه الها في فعلا. قلبه. الله فعلا. يحفظه. اشكر ذوقك. الله يرحم فعلا. والديك ان شاء ما شاء الله. الله يعني انت واخوك يعني جيت كملت الرساله مال والدك ووصلتوها مثل ما يريدها هو. ممتن منك جدا. للامانه انا مو شرط يعني لا طبعا. بالعكس. بالعكس. طبعا الاخ قبل قال صحيح احنا اكو تمثيل هسه موجود تمثيل وهاي، بس استاذ تمثيلنا يعني عندنا هالحكايه ما صح، ما بيملح. ما بيملح. نعم. ما بيملح. نعم. يعني عندنا صح احنا ذاك الوقت كان مثل رقص بس بالتزام. بس هسه احنا قصص ما القصص اكو قصص استاذ يعني من يكتب الكاتب يكتب ليش يكتبون اسم الكاتب او المؤلف يجي يالف يعرف شلون يرتب لك استاذ. بس يعني مع احتراماتي لهالمؤلفين الموجودين يالف ما يالف من مثل ما نقول من قلبه، لا يالف في المواضع الموجود على مثل ما يقول على الساحه لو لا انا اطبق لي موضوع حلو. وجهة نظرك محترمة جدا. نعم. ان انت مشاهد متابع جيد. متابع دراما عراقية. متابع جيد. كلامك مهم.
نحب شو نحب القصص الحلوه، الناس الوعيون المدينه، الله يرحمه والدك كان مخلي بصمه حلوه، يعني اذا نسي مسلسلات حلوه. اذا تتذكر ابن عمتك هم كان الايام العصيبه، الأيام العصيبة، مسلسل نعم. الايام العصيبه صحيح. نعم. مسلسلات مهمه. مسلسلات حلوه. نعم. والله حلوه كانت. اكيد اكيد. نعم. ومسلسلات انا مو اقول لك اتمنى، لا انتم موجود، انت واستاذ المذيع واستاذ المخرج واني، وان شاء الله نرتب وان شاء الله نساعد. ان شاء الله. تحياتي لك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يا العاشق، شكرا. ناخذ اتصال اخر نقول الو. الو. الو نعم. مساء الخير. تسبيح، اهلا وسهلا. هلا استاذ. هلا. تحياتي الاستاذ فارس. تحياتي لك. وتحياتي الاستاذ حامد. تحياتي للاستاذ جهاد. وتحيات جهاد لك يا تسبيح. نعم. اسال الاستاذ فارس اذا يمثلون قصة حياة استاذ طعمة التميمي الله يرحمه. الله يرحمه. لمن تختار من الفنانين؟ والله باعي حبيبي. اشوفه سؤال مهم هذا. اي مهم، سؤال مهم. نعم. يعني احنا المشكله الان مسلسلات السيره الذاتيه يعني صار فتره هوايه ما حد يشتغل بها لا بالعراق ولا مستوى الوطن العربي، لكن يعني انا اعتقد اقرب واحد محمد طعمه كلش اكو شبه اخويا محمد. اكو شبه كبير يعني. كبير نعم. يعني حياتنا الاستاذ محمد. فدوى العمر تسلمي لي قلبي، فاعتقد هو اللي يكون المناسب يعني. اكيد نعم. شكرا لك. شكرا. شكرا تسبيح، شكرا على اتصالك. هسه احنا خلينا اليوم اعتقد هاي الحلقه راح تندار عن المرحوم طعمة التميمي لان راح ياخذ مساحه واسعه من الحلقه. اريد اعرف طعمة التميمي مو الفنان. والدي نحب نعرف هذا الشيء. كلش ببيته شلون يكون؟ عصبي جدا. عصبي هادئ، لكن اهتم بعائلته مثل ما اهتم بالفن. كل اكثر. سولف لي عليه. والدي اليوم المستمع والمشاهد اكيد راح حرص علينا يرتاح لهاي المعلومات اللي راح يعني تخرج من عندك. نعم. بالمناسبه هو نعم. ما قبل ندخل للفن نهائيا، ما قبل. ما قبل. قال هذا درب. شنو هاي؟ شو اكثر الابهات حقيقة. ما يقبلون على الاولاد يدخلون الفن؟ يعني اولا يعني درب شائك. شاك. نعم. متعب. نعم. وللاسف به نفاق كثير. نعم. نعم. فما كان يعني ما قابل. نعم. لكن اصراري اني ومحمد واحمد. اي نعم. قال خلص هاي حياتكم وانتم قرروها. نعم. الوالد عنده كرم مو طبيعي. نعم. يعني هاي شخصيا يعني كان ماكو واحد يجي البيت اذا ما يتغدى او ما يتعشى يعني. الله. يعني كان بالبيت عندنا هاي شو اسمها الفريز ام 18 قدم. نعم. فرنسيه نسيت اسمها. هذه بيها الغداء والعشاء بالخطار. هاي بحد إله ما يصير واحد يجي يمه يقول له السلام عليكم ما ياكل. فكان كريم جدا جدا. نعم. وكل يعني زملاء اللي عاصروه نعم. يعرفون كل نعم. زين. إضافة إلى عصبيته كان بنفس الوقت طيب جدا الدمعة بطرف عينه. هاي كل عصبي. يبكي. نعم. إلى أبسط الأشياء. الله. أبسط الأشياء يبكي. وبنفس الوقت كان طبعا ما يقول لنا بعدين احنا افتهمنا ورا ما توفى قالوا لنا اكو جامع يمنا واصدقاء. نعم. قالوا ابوكم كان كل فتره يجي يعني بالسكته يعطينا فلوس يقول هاي وزعوها للفقراء. احنا ما كنا ندري للامانه ابدا. هاي معلومه. اي حقيقه معلومة. ابدا. نعم. ما ندري احنا ولا شايفيه فد يوم. يعني ما نسولف للبيت ابدا. هو هذا الصحيح. يعني اكو جامع يمنا اجى الشيخ قرأ الفاتحه ما شنو قال يا ترى انا اريد اقول لكم ابوكم نعم. كان ما يقبل. نعم. ترى ابوكم كان كل شهر كل اسبوع ما اتذكر. نعم. يجيب مبلغ يقول هذا اعطيه الفقراء. فمن قلت له قالت لي ما قايل لنا ابوك ما كان يحكي. فكان هو من عائله همية ترى يعني فقيره نشأ بالفقر الى ان سوى نفسه يعني يشعر بالفقر. إيه نعم. يعني كان ما يسوق الا من المناطق الشعبيه. ياخذني اني محمد احمد لو نروح من المدينه لو من الصليخ بيتنا بالبنوق احنا. اي نعم. من هناك يعني يسوق
ما يسوق هالمكانات الفارهه، نعم. بابهم هذول نعم. سواء من يقول لك هذا زين هذول كلهم حراميه ودجالين. اي والله. فكانت هاي الاشياء عصبي صح كان علينا كلش، لكن بنفس الوقت ما حرمنا من اي شيء. كنا يعني من يروح يسافر اي بلد ماكو واحد يجيب هذا والهذا، مثل ما هذا الكل بالسواسيه، وما حرمنا من اي شيء يعني نريده نشتريه او ما حرمنا ابدا. فكان يعني جدا يعني اب مثالي حقيقه، اب مثالي. وهو توفى ترى عمره 58 سنه، مو كبير. نعم. يعني شاب 58 سنه. نعم. نعم. الله يرحمه. الله يرحمه. خلنا ناخذ فاصل. ناخذ مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فاصل وراجع لكم. انا عمينا جايين مع المعسكر. هاي الشغله ما حد يسويها غير فايز. هذا شطنا جوا. نصر اخوي نصر، لم الجماعه بسرعه تعالوا براي. يلا اخوي يلا بسرعه. ايوب 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 فايز، هذا اللي جيت خايف منه. قلت لك تبكي فايز، أول مرة أشوفك تبكي. فايز سلم لي على عفيفة ودير بالك على ابني، تركته مريض. لا أيوب لا، تموت. انت حتعيش ايوب، حتعيش. فايز اتركني وروح بالعجل، روح. هاي فايز، خير ايوب، ايش فيه؟ ايوب اخويا فايز ولا ولونه، شيل ايوب وانسحب منا وانا احمي ظهرك. يلا اخويا. ايوب 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 خلاص اقول ايوب منا بسرعه. يلا بسرعه. هذا مشهد مؤلم ايه بين ايوب وبين فايز. هذا بال 99 نعم. ايه صورناه في ديالى. هذا المشهد شلون تعاملتوا معه؟ يعني كمصورين كمخرج حضرته؟ هو العمل كله اشتغلته بكاميرا واحدة فقط، ما نعم. كان اكو كاميرتين وثلاثة، ماكو. فكان اكو ممثل لازم يعرف القطعة مالته وين، ويعرف اللقطة العامة وين، ويعرف وين شغله. وتدري هذا شغل الليل ومجاميع عندنا كبيرة. نعم. فكان متعب جدا. هذا المشهد طول عندنا من ساعة 5 العصر العدلة إلى الفجر، يلا كملناه. هذا المشهد. إيه بس هذا المشهد كان متعب على الممثل وعلى المخرج، على الإضاءة، على الفنيين، متعب جدا. شغل الليل متعب بنفس الوقت. قلت لك العمل كاميرا واحدة، لكن لو تشوفه من بعد تشوفه كأنه 3 كاميرات. اي نعم. كان فكل ممثل يعرف هذا راكور اللي هناك، الكلمه مالته لازم بالعامه نفس الراكور، نفس القطعه اللي هناك. يعني كان متعب جدا جدا، لذلك طلع به اداء حقيقي. ومشهد حزين. اي مؤلم. اوصف لي انا هاي الصوره، يعني كمصورين او كمخرج حضرتك، الكادر الموجود خلف الكواليس، هذا المشهد تاثروا به؟ اي كريم بكى حقيقه بالمشهد. ايوب. اي نعم. ايوب كريم محسن. نعم. واحمد طعمه بكى بشكل حقيقي. كان ادائهم رائع جدا.
يا فارس يا الناس كلها بكت. اي شوف شكو مشاهد ما شاف يطلع من القلب. شاف المشهد يعني بكى. اي فنان من يشتغل من القلب يطلع صادق، اي فعلا. غريب للناس يصير. اما هسه الممثل تخليه او ممثل قطره ويبكي قدام العالم، هذا مو فن. مو فن. ماكو. مع العلم عندنا فنانات وعندنا فنانين نعم. لحد اليوم من تقول له هذا مشهد ببكاء يقول لك ابكي حقيقي، ما يحتاج تخلي له قطره او تضيف له مشاعر. عندنا ممثلين لا زالوا، لكن الاغلبيه الان يا مرات اشوف مشاهد ما تفوتك لان انت مخرج. اي اشوف مشاهد مثلا ابوه او امه متوفيه، اي نعم، ابوه بس يعصر بوجهه وخلي له دمعه. طيب ما يوصلني، مو شعور حقيقي، ماكو شعور. تمثيل يسمى تمثيلي. نعم. والتمثيل هذا اي مو نعم. صح. نعم. لازم انا حاجز التمثيل اجتازه، نعم. ادخل للمشاهد مباشره لامس قلبه، هذا التمثيل الحقيقي. اي نعم. يعني مو تمثيل التمثيل، ما يصير. هذا المشهد يدل على هذا الشيء. اداء ممثلين حقيقي. اي نعم. كان مؤلم وكثيرين تاذوا، يعني لحد الان انا من اشوفه اتالم. اي نعم. طيب خليل الشوقي، سامي عبد الحميد، بدر حسون فريد، سليم البصري، الذئب وعيون المدينة، النسر وعيون المدينة، شنو كان رأي المرحوم طعم التميمي رحومي ايه شوف، من كان يشاهد هذه الحلقات؟ الله يرحمه المخرج الاستاذ ابراهيم عبد الجليل، الله يرحمه. والدي كان معروف عنه ياخذ الدور البرجوازي. اي نعم. الوسيم اللي ما اعرف شنو. وفعلا وسيم. اي حقيقه. حقيقة نعم. فاجى ابراهيم عبد الجليل بيتنا، هو وزوجته الله يعطيها الصحة والعافيه، نعم. شميم رسام. نعم. قال له يا طعمه اني راح اعطيك شخصيه هالشكل. قال له ابوي ما اقدر. انا شلون؟ قال له اني مسؤوليتي، بس انت وافق انا اشتغل وياك. الله. شوف المخرج من يزرع الثقه بالممثل. الثقة اكيد مالته، اكيد. نعم نعم. يطلع منه شيء. فلذلك طلع طعمه تمي بشخصيه وين من السماء للقاع. ماكو فرق، يعني ماكو نسبه بين كل الادوار الشخصيات اللي مثلها وشخصيه رحومي، ونجح واثر بها. هذه مهمه مخرج، واداء ممثل مقتنع بشغل المخرج، يطلع ابداع حقيقي. نعم. هذا الان نفتقده للاسف. اغلب مخرجينا مو الكل، لا يجي لنا النص احفظ شخصيتك، تعال عيني اوقف، يلا كمل مشهدك ابتدي اللي بعده. لذلك يطلع بارد الشغل. طيب خلي نقلب صفحة. احكي لي على طفولة فارس طعم التميمي. طفولتك. احنا باوع ابويا من تزوج ما عنده بيت وما عنده بيت. عنده اخ عنده بيت بالضباط بزيونه. اي نعم. بالطهيه مال عبد الكريم قاسم. اي نعم. فابويا تزوج هناك، وانا جيت للدنيا ومحمد واحمد جو نعم. هناك. فاحنا وكاح كلش. يا ويلي. مو تعرف بيت بيه 3 ولد لازم اكو تصير حركه. نعم. طلع اياهن اليوم. امي الله يعطيها الصحه والعافيه كانت متاذيه من عندنا، يعني مبهذلها. يرجع ابويا من الدوام وتقول له من المواقف ابويا كان قاسي ما يقبل مثلا ما يقبل على الجيران. نعم. ما يقبل. اي نعم. فكان يضربنا بشده، يعني يقسي علينا، يعني قسوه مؤلمه. بس تذكرنا انه ما نكرر على مود لا بعد نعتدي على جيران، نعتدي على صديق، نعتدي على ما ادري شنو. فكانت من الاشياء في يوم من الايام يعني الطرفه اجى صاير عصبي علينا بالصيف. احمد اتذكر اخويا سنة تتذكر قبل نلبس بس دشاديش. اي نعم. ويخيطوها مو جاهزه. اي خياط. خياط وباز. لا بالصيف كانت. بالصيف. فاحمد كان هو مسوي مشكله كبيره. اي نعم. سوى احمد لبس بيجامات البازه 4 5 وابويا ضربه بالعوده حتى ما يتاذي. احمد يمثل وكانه توجعه. ضربه حيل ما شنو ينهزم. قال له تعال ايش لابس انت؟ اي فكشفها. يعني اكو تفاصيل، اكو حلوه واكو مره واكو مؤلمه. انت حصلت فد الم من عنده؟ اي طبعا. اقوى الم شلون؟ اني ظل بذاكرتك. كنت صغير، تحولنا الحي البنوك جدد. نعم. ابوي كان عنده سياره نعم. استلمها جديد بال 74 بوليسكي ستيشن بيضة.
كان ينام هو لازم ينام الظهر، ابوق السياره اني ويقعد يمي محمد ووراي احمد، كانت الشوارع ما مبلطه. اني هذا الكلام عمري 11 سنه يجي 12 سنه، بيتنا ركن، فجيت انا بالسياره السريع التافت السياره بطنش، لقيت ابويا واقف بالباب لابس دجاجه بيجي وتكرم بيده مع الاستيك. السياره بعد ما واقفه محمد احمد فتحوا البيبان انهزموا. انا وقفت السياره يعرفون العاقبه. اي لزمني ضربني تكرم بعد لحد الان هاي بعد هاي تلاحظ هاي يا لحد الان. نعم. قال لي سياره متبوكه. شنو من ضربه هاي؟ اي ضربني ضربه قويه. قل لي تاخذ سياره متبوك سياره، ولحد من ذيك الفتره ابد الارض اطلع اقول لا السياره. اي والله بدحتك. قبل لا اخذ فاصل، بين فارس وبين احمد وبين محمد منو كان المدلل؟ الطعم التميمي. ابدا ما عنده ابويا هذا الشيء. ماكو. ابد. ماكو دلال. ابد. ما عنده. كل سواسيه. فقط من الوالده. الوالده يعني تريد تحل الاصغر وتحب الكبير، فبين حاله وماله. الوسط شلون؟ اي يعني. خلنا ناخذ فاصل. سوالفك حلوه. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فاصل وراجع لكم. اشرب حدانا، اروح له ولا اروح وبلاش شقاوة، اما براوة براوة على الشقاوة، اما براوة براوة اما براوة دور حبيبي طراوة اخر طراوة. انتم عائله فنيه، اكو احد شجعك على هذا المجال؟ لا ماكو. يعني بالبدايه تشجيع. ابويا كان معارض، بس من دخلت معهد لا. احنا ما نريد المعارضه، اكو تشجيع؟ اكو احد شجعك؟ لا ماكو. انا كان عندي حب كبير للسينما. اي نعم. من اني وصغير احب التصوير الفوتوغرافي، عندي بالبيت استوديو اطبع واحمض كانت الصور اسود ابيض. نعم. ابوي سوى لي استوديو صغير لارجر اطبع واحمض صور كان عندي ولع. والدي شجعني كثير، يعني هو المشجع الاول، يعني وفر لي اشياء كثير، حتى كاميرات جات نعم. كثيره. نعم. اما من داخل الوسط يعني ممكن اقول لك المخرجين ابراهيم عبد الجليل الله يرحمه، عمانوئيل رسام الله يرحمه، الله يرحمه، كارلو هارتيون الله يرحمه، ذولا انا كنت صغير يمهم بالاستوديو، فكانوا ينتبهون عليه ويقولوا شكو جاي. كارلو كلها تحبه، ما شفت واحد كارلو هارتيون معلم حقيقي. نعم. انا ما شفت واحد ما يحبه. كارلو هو اللي قدمني كمساعد مخرج لاول مره بحياتي، يعني كمحترف.
نعم. أنا بديت وياه بفيلم زمن الحب، مساعد مخرج متدرب، لكن اشتغل مسلسل اسمه سيدة البيت بال90. جابني أنا مخرج منفذ بالعمل بالإذاعة والتلفزيون تلك الفترة، ودعمني كثير. كارلو معلم حقيقة. اي نعم. عمانويل الرسام معلم حقيقي. ابراهيم عبد الجليل ما بيشتغل وياه يعني للاسف. بقيه المخرجين بيشتغلوا وياهم كثيرين، لكن اغلبهم مو معلمين فقط. نعم. يعني انت كمساعد مخرج وخلاص. خلاص. نعم. لكن للامانه كارلو هورتيون، عمانويل الرسام، دول اللي اشتغلت وياهم معلمين حقيقيين. نعم. يتعب وياك وينبهك على اخطائك ودائما يقودك الى الافضل. فعلا معلم. اي الامانه. خلينا نرجع على الموضوع السابق اللي ذكرت الشوارع والطسات بسياره الوالد شلون جيت. كانت البنوك ما مبلطه. اليوم الامانه مالت العاصمه تعرف اكو عمل واضح بالشارع. أنا من خلال منطقتي. من خلال منطقتك. أنا باوى أسولف لك. أنا أريد نعرف. معروف وصل هذا الأعمار لكم. أنا بالنسبة لي ما أجامل، معروف. أي نعم. هو أريد نعرف وصل هذا الأعمار. صريح. نعم. وقليل الطلعات ما أطلع. أي نعم. بالبيت أغلب الأحيان. نعم. البنوك الآن لا تشهد تبليط بشكل كبير للأمانة. أي نعم. واضح. إضافة ذلك قبل 4 أسبوعين أو 3 أسابيع بلشوا بتغيير الخطوط المي الحلو. نعم. شقوا الهاي والأرصفة وتبليط، وأيضا أكو كيبل ضوئي لاحظت مدوه. الحلو يعني بدون مجاملة، الحلو الآن إنه العجلة سريعة، قبل نلاحظ يحفر ويترك وتظل الهوسة. نعم. يعني على الإشارة المشاتل بالفرع الرابع. نعم. ما طولوا امام شارعي، امام الفرع مالتي بحدود ساعتين حفره وكملوا وطموه. حلو. للامانه يعني يكون تدري هاي امانه يعني. اي نعم. يعني ما وليس سالتك يعني للامانه شفتها. ذكرت الطسات ايام زمان، جبالي انه اليوم اكو اعمار وامانه العاصمه تعمل واضح جدا. نعم. يعني اي واحد من اهالي بنوق يعني اكو تبليط، اكو تخطيط، اكو رصيف، اكو. اي نعم. يعني اكو اشياء. اي نعم. سريعة. يعني شيء واضح. قلت لك شيء واضح ينشاف بالعين مثل ما يقول. نعم. يعني اكو مشكله. نعم. الان لا اكو. نعم. اكو نعم. مي الحلو سووه بعد يمكن يعني ما كامل، بس يمشون بشكل زين. نعم. انا احب من ترجع بغداد زينه حلوه نظيفه مثل الاول. هذا شيء يفرحني. نعم. مو على مستوى يعني البنوك او اي منطقه في بغداد او في العراق، يعني ما نحكي على فقط بغداد، لكن العاصمه مهمه جدا عندما نعم. نشاهد هنالك ايادي تشتغل بصدق وبمحبه. نعم. وباخلاص. نعم. بغدادنا لازم ترجع مثل الاول يا صديقي، لازم ترجع شوارع نظيفه. اتمنى ايضا ان يرجع الاشارات الضوئيه ونعمل بها، هاي مهمه جدا. يعني الان نعم. يعني انا حتى من جيت الان شفت اكو شوارع كثيره مبلطه بشكل صح ومخططه بشكل صح وارصفه مصبوغه بشكل نظامي. يسعدني يفرحني هذا الموضوع استاذ. اي نعم. ماكو واحد بغدادي ما يحب تصير بغداد جميله ومؤثره وبنفس الوقت تخدم المواطن العراقي. اتمنى ان تستمر هذه الامور. حلوه منك مخرجنا المبدع على هذا الاخراج. هاي الصوره الجميله اللي تظهر بها بغداد فعلا عروسه فعلا. وهذا التطبيق نعم الكل الشاهد اكيد. شلون تشوف اخراج اليوم؟ صديقي هذه حسرة أطلقها لك أنت كمخرج. يعني نعم. إحنا من نشتغل. نعم. يعني وكثير من الزملاء إحنا نعم. نسوي جلسات طاولة. نعم. جلسات طاولة يعني تأخذ 3 أشهر. نعم. وأي ممثل كبير صغير نقعد نقرأ بس سيناريو ونشرح الشخصية ونوجدها الممثل بحيث الممثل يدخل مكان تصوير. نعم. فاهم كل شيء. نعم. الآن نفتقدها فقط. نعم. توزيع النصوص. نعم. نروح ننفذ. نعم. أتمنى أن ترجع التقاليد، هي مو تقاليد عراقية، هذه تقاليد عالمية عربية نعم. وعالمية. نعم.
اتمنى ان يعني ترجع الدراما الى واقع عهدها السابق، انه اكو تفاصيل مهمه، اكو آلية بصناعه المسلسل. المسلسل مو ورق وروح نجيب ممثل ونجيب كاميرا وقول نعم. كلامك. نعم. اتمنى ان ترجع التقاليد. ما اريد اطلع من جو مهناوي باشا، هذا المسلسل الرائع. شلون كانت هاي المهمة والتجربة؟ هذه متعبة جدا. انا كنت شاب صغير. نعم. وكان عندي عمل واحد بسيط اسمه قطار الكلمات، المنتج كان فاضل علوان. وانت متى تصويره؟ مناوي؟ نعم. كله ببغداد. كله ببغداد. نعم. يعني بغداد ببغداد. نعم. 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 اللي هو بمدارس مايس الان. نعم. المتحف تابع الى وزاره الثقافه. نعم. اعتقد. نعم. حكينا على التجربه. نعم. كانت مجازفه. العمل كان منطي الى الدكتور طارق الجبوري، والى الاستاذ محمد بشكو جميل، والى جمال عبد جاسم، وبعدين المخرج المنتج قال لي فارس هذه فرصتك. من قريت الورق مهول قوي زين. خفت منه جدا. عمل مهول. نعم. قعدت ويا الله يعطيه الصحه والعافيه الكاتب علي صبري، وبعد ما قريته 3 مرات قلت له علي رضيف اريد باش. قال لي نشتغل. واعتمدت على الشباب. غانم حميد كان في بدايته، عبد الخالق المختار، يعني اعتمدنا على الشباب. خلي اقاطعك، ناخذ الاتصال ونرجع نكمل هذا الحديث. الو 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 الو. نعم. الو الو. نعم. شاكر. الو شاكر، اسمعك. تسمعني؟ تحياتي لك استاذ حامد ولضيفك فارس طعم التميمي. تحياتنا يا مسيت العافيه. مسيت العافيه. تحياتي لك والاستاذ فارس والكل خوانه محمد واحمد طعم التميمي. الله يحفظك. ممنون. وطبعا احمد طعم التميمي ولا خير عليكم. يعني خوش اخذ درب منه وباشا، اخذ حصة الاسد والله. يعني وابدع. بس غيره يعني عنده غيره. شقي مال منه وباشا بس غيره. يحمل الغيره. نعم. يحمل الغيره. كان تمثيله. وانا اتمنى التقي بكم، التقي بواحد منكم. الشرف التقي بالاستاذ مقداد عبد الرضا. الله. حتى في اليوم شاخت وياه مزحت وياه، قلت له بالجزء الثاني من مناباشة طقوك بالدهن لان مالنا السيما فندق الضوء. فانا احب القدام والله بصراحه. نعم. الله يحفظك حبيبي شاكر. تحياتي لك. انا اشكرك. اتمنى لك التوفيق والنجاح. الله يحفظك. لك الاستاذ حامد والاستاذ جهاد والكل مستمعين. عمرك. شكرا جزيلا. شكرا. نرجع على موضوعنا. نعم. من اول باشا. فاعتمدت على الشباب اللي يعني حتى على مستوى الفنانات والفنانين، جبت شباب كلهم، وكنا على مدى 3 أشهر نفسخ النص ونرجع نبني من جديد. لذلك العمل طلع بمصداقية عالية بالأداء، مصداقية بالموضوع، مصداقية بالوقائع التاريخية اللي تدري فترة مهمة تاريخ العراق الحديث متعب جدا، بصراع اقتصادي وصراع سياسي وصراع مالي كثير. نعم. طلع بصدق حقيقي. اي نعم. انت استطاعت ان تجعل من ممثلين نقول كانت ادوارهم ثانويه، جعلتهم وكانهم ابطال للعمل. صحيح. هذا ما صرح به محمد هاشم، كان ضيفنا. قالاني حلقاتي قليله، مشاهدي قليله، العفو، مشاهدي قليله، لكن ظهرت وكاني بطل العمل. شلون قدرت؟ مو قلت لك احنا هاي القراءات بالمناسبه ماكو ممثل هو يقدر يضيف على المسلسل اي كلمه او اي مشهد. اي نعم. والعمل ما صار باضافه الا بمرافقه الكاتب، وكان ويانا بجلسات الطاوله. نعم. فاحنا ضفنا وقدمنا، والممثل شاركنا قراءة الطاولة لمدة 3 أشهر. نعم. لذلك أغلبهم كانوا يعني ممثلين ثانويين أو حتى لأول مرة يمثلون، صاروا نجوم بعدين ويستحقون. نعم. حقيقة لأنه تعبوا على نفسهم وقدموا عمل يستحق أيضا أن نقدم
جهد كبير له، ويبقى دراما عراقية مهمة إضافة إلى الأعمال الدرامية العراقية اللي شكلت حضور كبير عند المشاهد العراقي. نعم. أعمالك اختصرت فقط على التلفزيون أم المسرح؟ أنا اشتغلت تلفزيون. نعم. صارت لي فرصة إنه اشتغلت فيلم الوقاد إنتاج وزارة الثقافة. نعم. فيلم سينمائي، وأنا اختصاصي سينما، لكن تدري بذيك الفترة ما يطلق فيلم سينمائي لك. نعم. مستحيل. مستحيل أكيد. هي الأفلام كانت تعطى إلى 3-4 مخرجين فقط، فكنا نشتغل مساعدين احنا. اي نعم. فهذا العمل الأول الدرامي الطويل. نعم. فيلم السينمائي الوقاد اللي قدمته وعرض على مسرح الوطني وشكل حضور. وياه الأقرب لك؟ مسرح، سينما، تلفزيون. سينما طبعا. أنا عشقي السينما. وحرامات للأسف. اي والله حرامات. يعني ذاك الزمن قلت لك ما يعطونا فرص، وللأسف هذا الزمن أيضا. يعني أنا يعني بعد أنا موظف إداري ومسرح 33 سنة، قبل سنتين اعطوني فيلم. يعني تخيل، مشكلة كبيرة، مشكلة. سعاد خاتون. ايه الله خاتونة الخاتون. سعاد سعاد وقسم ام العجين. ايه قسمه ضربت سعاد خاتون. ايه راشدي. طبعا اشفى قلوب المشاهدين بصراحه بوقتها. بغضا بغضا بها سعاد خاتون. ايه هذا راشدي حقيقي. ايه طبعا حقيقي. انا استفسرت حلقات سابقه. انا اسولف لك. المسلسل بالحلقه الاولى قسمه تشتغل خدامه. كان عندك احساس انه راح يصير هذا الشيء؟ لا، انا قبل المشهد انا صنعت الاحساس. انت صنعته؟ المشكله احكي احكي لي. شوف، احكي لي يا فارس. المشاهد شوف استاذ، المشاهد نعم العراقي تحديدا ما يحب البرجوازي، يحب الفقير المغلوب على امره. اي نعم. هذه قسمه كانت خدامه يم سعاد. لا، نسيت الاسماء. اي نعم. يم فاطمه الربيعي اللي هي ام عبد الخالق. امها نعم. إيه؟ كانت خدامه تشتغل. اي نعم. فتجي هذه سعاد بالمطبخ تضربها راشدي بداية الحلقات، وهي تبكي خطيه وتجي لامها تقول لها ما يخالف ما اعرف شنو. المشاهد العراقي يحب الفقير المغلوب على امره. عندنا بعدين بنهايه المسلسل باوعت انا حكيت ويا امال الله يعطيها الصحه والعافيه. امال ياسين؟ امال قلت لها نعم. امال تتذكرين مصورنا قبل 20 يوم 25 يوم ضربتك ضربتي. نعم. وأذتك. قلت لها الان لازم هذا المشاهد انا يصفق لك طريقين بشكل جميل. نعم. ضربيها بكل قوتك. قلت لي خاف تتاذى. قلت لها انا تتاذى. يعني انت طلبت منها؟ طبعا. قلت لي اوكي. قلت لي تضربيها ضربه على مود يعني تبقى عالقه، وبالفعل هي بقت عالقه. مو ضربتها بس ما قدرنا نسيطر، وقفت التصوير بس ما قدرت اعيده. صارت ملازمه بشكل يعني خطيه. غانم كان بنصهم الله يعطيه الصحه غانم حملي تحياتها، واكل ضرب من عندهم اثنيناتهم. كان من المشاهد الحقيقيه اللي طلعت بوجع حقيقي وبانتصار لرد الكرامه. كان مؤثر جدا. يعني انت ابو المشاكل. اي انا سويتها. هذا اعتراف. اي والله انا سويتها. عاد هذا التسجيل لو ما قدرت تعيده. لا وين اعيده؟ وين تقدر تعيده؟ عاركن بعدين ما حد تحكي ويا الاخ. شلون صار الوضع بعدين؟ اقول بيناتهم كافشن وشعرهن وقع. مسلسل مناوي باشا مشاهدة لم تخلو من الحزن. إيه منها مقتل أيوب. إيه طبعا. بابا هو مناوي باشا قلت لك اكو صراع سياسي وصراع اجتماعي وصراع اقتصادي. يعني تاريخ العراق كله. نعم. كل تاريخ العراق من تقرا به لازم اكو صراع سياسي، لازم اكو صراع. صار به ابتسامه وصار به حزن. لازم. نعم. احنا المشكله الصراع السياسي نعم. لازم بثورات. نعم. بناس تموت ما نعم. يصير. والاجتماعي لازم اكو طبقه غنيه وطبقه فقيره. هذا كل تاريخ نعم. العراق. نعم نعم. فهذا يولد لك عند الكاتب يصنع الشخصيات
والخطوط الدراميه بشكل مؤثر. يعني تدري تاريخ العراق مليان مليان مليء بالثورات وبالشهداء لحد الان. نعم. فيبقى الكاتب وصياغته، شلون يكون كاتب يؤثر بالمشاهد. نعم. وتجيب ممثل يؤدي هاي الشخصيه بشكل صح، فبيه حزن وبيه فرح وبيه ألم وبيه كثير من الامور، ولذلك نجح. اي طبعا. مسلسل قطار الكلمات وين صفى به الدهر؟ وين توقف هذا القطار؟ قطار الكلمات اول يا ما حطه وقف للاسف. شوف، هذا العمل الاول الي هو 60 حلقه تلفزيونيه تعليمي للاطفال، يعلمك اللغه، شلون الأحرف، بسيط بس باطار جميل. يعني هذا العمل انتاج، انا متاكد اليوم لو الفضائيات تعيد عرضه الاطفال هو الاطفال جميل. هذا 60 منه. حلقه. اي نعم. انتاج خاص، بوقتها انباع الى 13 بلد عربي بما فيهم المغرب او الجزائر انباع. نعم. وانباع بسوريا وانباع بالاردن وانباع اعتقد لو بقطر لو بالبحرين، يعني حسب ما اتذكر 13 بلد. للاسف الان ما نمتلك، يعني هو انتاج خاص مو انتاج دوله. اي نعم. عرض عليك اعمال هالوقت؟ ذاك رمضان رجعت عملاني، ذاك رمضان رجعته. اي طبعا. النص كان مو يعني بعيد كل الوقت عن شغلي، رجعته. يا فارس، اليوم الفنانين يقبلون باي عمل قام مباوع. راح نرجع الى موضوع مهم. اكو فنان يشتغل على مود يعيش، اكو فنان يشتغل للاسم. وهي المبادئ ما موجوده بكل فنان. لذلك نعم. يعني انا تعبت على اسمي، تعبت على، يعني انا ما اقدر الوث مو بس اسمي، اسم والدي، اسم الوالد. نعم. اشتغل عمل نعم يسيء الي. احسنت. والله ذاك رمضان عملين مو عمل واحد، ما اريد اذكرها. نعم. عرضت عليه، قريت الورق، يعني للاسف ما يصلح ان يكون مسلسل، للاسف. اعتذرت. عمل الاخر طلبت من الكاتب نعيد بناءه من جديد. نعم. رفض، قال لا والعمل هالشكل. قلت له انا اعتذر، رجعت النص. ما اقدر يعني اسيء الى تاريخي وتاريخ عائلتي وتاريخ ابويا وتاريخ الفني. يعني صح الفنان راتبه ضعيف، لكن المبادئ مو كل شيء بالفلوس، المبادئ اهم. اي ماكو واحد مات من الجوع ترى. اي نعم. ماكو واحد يموت من الجوع. طيب، على هذا الحرص مالك اللي هسه جاي تسولف به وانتقائك للماده، عندك اعمال سوقت عربيا؟ اي عندي. لو ظلت محصوره؟ لا عندي اعمال قدمت بشكل. وانت جريتني لهذا السؤال. اي صحيح. شوف، انا مناوي، انا اخذت بي جائزه الابداع بمهرجان القاهره. مناوي يعني كافضل مخرج. نعم. كان بوقتها وزير الثقافه ماتم صفوت الشريف. نعم. هذا الكلام بال2000. وانباع للاردن، عرض بتلفزيون الاردن، واعتقد ما متاكد في عمان. نعم. اي. عندي البنفسج الاحمر. نعم. انتاج العراقيه، هذا تشتري لMBC. نعم. الام. نعم. هذا الكلام 2015. للاسف نعم. البيروقراطيه الموجوده بالقناه العراقيه ما وافقت انه هذا انتاج عراقي وما ننطي، يعني للاسف. اليوم تشوف اكو اعمال تستحق ان تسوق بصراحه، انت مخرج ولك باع طويل. يعني راح اجيب لك مثل بسيط. نعم. الان احنا من نباوع مثلا اكو قناه عربيه تشتغل اعمال دراميه عراقيه. نعم. يعني هي سوقت العمل العراقي، لكن هذا العمل العراقي هل اثر؟ هل جاب نتيجه؟ نعم. فقط اعمال لعدد مشاهدات. الان تجي هذا الفضاء حر، انت ممكن تقلب بالستلايت ما تجي. شوف اكيد. ما الان التسويق باته فقط في رمضان، ورمضان قنواتنا العراقيه كل قناه هي 4 أو 5 قنوات تنتج دراما، كل قناه تشتغل لها، ماكو تسويق للاسف. ماكو لا، ماكو تسويق. يعني ما شوف انت اكو عمل يستحق؟ لا اطلاقا.
لانه كل قناه لها ايديولوجيه خاصه بها. نعم. ما اريد اجيب لك اسماء. هاي القناه تشتغل ضد البلد، هاي تشتغل مع البلد، هاي تشتغل بين ضد البلد وبين يعني نعم ايديولوجيات مختلفه، لذلك التسويق يكون صعب جدا. نعم. اسماء ماذا تعني للفنان فارس طعمة التميمي؟ راسم الجميلي، حمادي العربنجي. راسم الجميلي من افضل الممثلين الكوميديان بتاريخ الدراما العراقيه. والله صدقت. انسان وفنان كبير كبير بكل شيء. خليل شوقي، قادر بيك. قادر بيك بعد هذا قادر بيك يعني كارثه. هذا لا يمكن ان تنجب الدراما العراقيه ممثلا مثله اطلاقا اطلاقا. ممثل متمكن من ادواته، متمكن من صوته، متمكن بعد قادر بيك يعني يقنعك، مو يقنعك، لا يفوت بعينك ويقول لك هذا انا خلاص. نعم. بدر حسون فريد، استاذ كبير، قامه فنيه مسرحيه وسينمائيه وتلفزيونيه واذاعيه كبيره، ومعتد بنفسه، ويستحق ان يكون يعني من طراز خاص بالدراما العراقيه. الله. ابو عطيه سامي عبد الحميد. هذا عراب المسرح. نعم. عراب المسرح العراقي، واستاذ الكل، واستاذ شكو فنان عراقي هو استاذه. منظر ودكتور وبروفيسور، وتلمذوا عليه خيره الفنانين العراقيين. يعني انا اعتقد هذا الرجل يجب ان يكون له تمثال في اكاديميه الفنون الجميله. فعلا. قمره سناء عبد الرحمن، فنانة يعني حقيقة فنانة جميلة، وأدت كثير من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والسينمائية، وكانت بارعة بها وأثرت كثير بالمشاهد العراقي. حسنية خاتون، الله يرحمها. مي جمال شوف للأسف أوجدها فقط إبراهيم عبد الجليل. بعد أن توفى إبراهيم عبد الجليل للأسف ماكو مخرج عراقي قدمها بشكل صح. الله. فقط كان إبراهيم عبد الجليل يقدمها بشكل مميز في الذئب والنسر رعي المدينة. غفور أفندي، سليم البصري. هذا رجل ملك الاسترخاء بالدراما العراقية. هذا مو ممثل، أبو العفوية يعني مو ممثل، تحس هذا يعني ما يمثل، هو أبو العفوية. فقمة الاسترخاء، ولحد الآن ماكو ممثل كوميدي أعماله خالدة إلى هذا يومنا غير تحت موسى الحلاق الأستاذ البصري. نظيرة خاتون فوزية عارف، أجمل فنانة هادئة شفافة رائعة، الله يعطيها الصحة والعافية. فد نسمة كبيرة، يعني من تبعها بالتلفزيون أكو شعور بداخلك، يدخل بداخلك إنه شنو الرقي، راقية جدا. اليوم ما نريد ننسى أحد منهم. واي خديجة الخياطة، الربيعي، فنانة رائعة، ناضلت كثير، قدمت أعمال درامية، لكن هم حرجع أقول ما حد خلاها بالمكان الصح، فقط إبراهيم عبد الجليل الله يرحمه فقط. نعم. للأسف إمكانية كبيرة هي. نعم. عبد الله أفندي، جعفر السعدي. هذا عملاق. شوف أنت تقول لي أسماء ما تكرر. يعني أنت هسه تقول لي. طبعا هذا جوابك. أغلبية الفنانين من أذكر هذه الأسماء ينصدم، يقول لي أسماء يعني ما أقدر أنا أعبر عنهم، ما تقدر أو أوصفهم. يعني تقول لي مثلا يعني عنده لازمة بالذئب والمدينة. نعم. نسيت اسمها والله. نعم. كان عنده لازمة أستاذ جعفر السعدي. عجيب غريب أمور قضية. إيه. نسيتها. إيه يعني هذه شوية جرب من يسوي كذا. اي نعم. عجيب غريب امور قضيه. الممثل يفتهم يسوي كاركتر، المخرج يساعده يقول له يسوي لي، يقدم كاركتر مو صح، ما مؤثر، مخجل. شفتها باخر اعمال برمضان. نعم. ممثلين خالين كاركترات يا اخي، بس تشوفها نفسك قوه يضحكون، مو صح، قوه يضحكون مو صح. نعم. هذا رجل علامه بارزه مهمه. واخيرا رحومي. طعمة التميمي الله يرحمه، ومعلم يعني مفتقده كثير، لازم نذكره. نعم. لانه اني يعني والدي توفى يعني عمره صغير، قلت لك 58 سنه، مو كبير. اي طبعا. وكنا بعدنا شباب صغار،
افتقدته كثير، لحد الآن أنا مفتقده. يعني لكن من أروح بأي مكان، أسواق، شارع، ألف رحمة على والديك، هاي تسوى الدنيا وما بها. أكيد نعم. أنسى كل الأشياء. الحمد لله إنه والدي زرع بينا طيب، والحمد لله احنا ماشيين على هذا الطيب. الحمد لله، واحنا نشكر وجودك. أنا أشكرك وأشكر قناتكم، سعداء جدا الجميلة. سعداء جدا اليوم بوجودك يمنا. شفنا طعم التميمي، الله يرحم والديك، بصورتك. هو هذا الزرع اللي أقول لك عليه، إنه لا زالوا ناس يحبون طعم التميمي ويحبون احنا. وانا اشكرك واشكر الاستاذ جهاد واشكر. شلون شفت اليوم المخرج جهاد؟ اني قلت لك بدايه اذاعه وبنفس الوقت مخرج. والمقابلك مخرج، شلون راح تقيمه اليوم؟ انا مو اقيمه، بس انا لا اشوف الاشياء اللي يقدموا اختياراته ودخوله، لانه الاذاعه يعتمد على دخول المقدم وعلى الاشاره المخرج. يعني تناغم يكون. نعم. فكلش اشكرك استاذ جهاد. شكرا استاذ فارس. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وصلنا الى نهايه حلقتنا لهذا اليوم. الى اللقاء. لو أننا لم نفترق لبقيت بين يديك طفلا عابثا، وتركت عمري في لهيبك يحترق. لو أننا لا تسألي العين الحزينة كيف أدمتها المقال، لا تسألي الطير الشريد لأي أسباب رحال، لا تسألي العين الحزينة كيف أدمتها المقال، لا تسألي الطير الشريد لأي أسباب رحل. رغم الرحيل، رغم ما فعلت بنا الأيام، قلبي لم يزل يحيا وحيدا بالأمل. أنا يا حبيبة كل أيامي، أنا يا حبيبة كل أيامي، قتيلك في الهوى. ما كنت أعرف والرحيل يشدنا، إني أودع مهجتي وحياتي. ما كنت أعرف والرحيل يشدنا، إني أودع مهجتي وحياتي. لو أننا لم نفترق، لو رغم الرحيل